السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرصة كبيرة جدا الآن لكشف شيخ الأزهر أحمد الطيب على حقيقته وحقيقة يعني إنه بيدعي إنه من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنه هو صوفي، والصوفية بتؤمن إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيطلع إيده من القبر وبيسلم عليهم. الكلام ده في معتقدات الصوفية جميعا، يعني ما فيش فرق ما بين طريقة وطريقة. كل الطرق الصوفية بتؤمن ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيظهر لهم في اليقظة، وكمان بيطلع ايده من المقبرة ويسلم عليهم، زي ما حبيب الجفري علي الجفري اللي هو الشيعي المجوسي الحوثي بتاع اليمن قال في احد جلساته للناس اتباعه ان الرسول عليه الصلاة والسلام طلع ايده من القبر وسلم على سيده احمد الرفاعي. احمد الرفاعي ده قطب من اقطاب الصوفية، وهذه الخرافات والخزعبلات بيؤمن بيها شيخ الازهر احمد الطيب، وبيدعي ان هو من نسل الرسول. طيب انت بما انك، انا بكلم دلوقتي الشيخ احمد الطيب، بما انك حفيد الرسول كما تدعي، دلوقتي بين لنا هذه الكرامة وهذه المعجزة، وخلي الرسول عليه الصلاة والسلام يطلع ايده قدامنا ويسلم عليك وانت تسلم عليه، ونشوف هذه الكرامة اللي انتوا بتقولوا عليها وبتؤمنوا بيها. لو ده ما حصلش، يبقى حضراتكم الناس اللي هي متبعة لأحمد الطيب وبيؤمنوا بيه ويعني بيصدقوه في كل شيء، دلوقتي يا إما هو صادق يا إما كاذب. لو هو طلع دلوقتي يد الرسول عليه الصلاة والسلام من المقبرة وسلم عليه، يبقى هو صادق، هنؤمن بيه كلنا. لو ما حصلش، يبقى ده يعني لا يصلح انه يكون شيخ ازهر، وان هو مجرد مدلس للأسف الشديد، وبيخدعنا كلنا، وهو متحكم في أهم مؤسسة دينية للأسف الشديد في العالم الإسلامي، وهو مؤسسة الأزهر، مجموعة من الصوفية اللي متحكمة في الأزهر الشريف، اللي هم بيؤمنوا بهذه الخرافات والخزعبلات، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيطلع إيده من المقبرة ويسلم عليهم عادي جدا، وان هو بيظهر لهم في اليقظة، وممكن يقابلوه في الشارع ويسلموا عليه وكلام من ده. فدلوقتي فرصة كبيرة هي، هو احمد الطيب بيعمل عمرة من يوم السبت هناك، وموجود الان اهو زي ما انتم شايفين في الروضة الشريفة، على شماله قبر الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو جده المفروض كما يدعي يعني، ويبين لنا بقى هذه الكرامة اللي هو بيدعيها، ويسلم على الرسول ونشوف ايده وهي بتسلم على ايد الرسول وهي طالعة من المقبرة. وإلا هيكون مصير هذا الشيخ أحمد الطيب، مصيره هيكون سيء جدا في التاريخ، والتاريخ هيسجله بأنه خدع الأمة الإسلامية، وأنه شيعي متخفي زي الحبيب الجفري ما قال، وزي ما يعني كل الصوفية ما بيكذبوا على المسلمين وبيخربوا في عقائدنا، ويشبهوا 100% للشيعة المجوس في معتقداتهم. دي فرصة كبيرة جدا قدامنا كلنا، هو أمر واقع قدامنا، يبين لنا هذه الكرامة أحمد الطيب ويسلم على الرسول، ونشوف إيد الرسول وهي طالعة من المقبرة زي ما بيدعوا ويسلم عليه. لو ده ما حصلش، يبقى دي انتوا اللي حضراتكم تحكموا على احمد الطيب، وخصوصا الناس اللي بيتبعوه عمياني بدون اي تفكير، وكل همهم في الدنيا شيخهم وليس دينهم. والسلام عليكم ورحمة الله.